سلام الله عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. اليوم طليت عليكم بواحد الطلبيه من اروع ما يكون، العجينه تجاريه نخدم بها الطلبيات. هاد المره درت لكم عجينه تاع علبه واحده تخرج لكم 80 حبه، يعني عجينه زاكيه كما شفتوا بهذا التزيين الرائع، يعني سامبل وراقي في نفس الوقت. بداونا برك لا فيديو تاعنا بجام وكومونتير حلو ونروحوا نقولوا بسم الله. اول حاجه خياتي نستحقوا 500 غرام مارغرين، نحتاجوا 3 حبات بيض كاملين، ونحتاجوا صفار بيضه. يعني اليوم ضفنا البيض شويه بزياده باش تجي الصابلي تاعنا شويه مقرمش ما يخرجش بزاف طري. درنا كيله تاع سكر كلاص، اللي تحب تنقص ما تحبش الحلاوه بزاف دير ناقص اصبع او اصبعين. وراح نخلط المكونات جيدا، ما ننساوش قرصه الملح ولافاني قلت لكم، ونخلطوا المكونات جيدا. الله يرضى عليكم ديروا نعجام البنات برك ما تنساوش، خلونا تعليق محفزه، خلونا رايكم على الفيديو، تفاعلوا معنا برك في الفيديو اللي رانا نحطوهم هكذا، يعني باش تحفزونا نزيدوا نحط لكم وصفات اخرى بتزيينات اخرى، يعني ان شاء الله تستفادوا معنا ولو بالقليل. الو خياتي راح نخلط كلش بيدي كما راكم تشوفوا، واللي ما تقدرش تستعمل الباتور تاعها حتى تتحصل على قوام يكون كريمي هكذا خياتي كما راكم تشوفوا. من بعد راح نضيف كيله تاع مايزينا. البنات كي تحطوا لا مايزينا في الصابلي تاعكم يعني تعطيكم طراوه من اروع ما يكون، وكي ضفنا البيض تعطينا شويه من القرمشه، يعني راح يكون صابلي تاعنا هايل، يعني من كل حاجه يكون هايل هكذا خياتي. راح نضيف الفرينه، ندير كيس واحد تاع خميره كيميائيه، وراح نضيف الفرينه حتى نتحصل على هذه العجينه. يعني ديما نقرب لكم لاباط للكاميرا باش تشوفوا القوام. كيما عودتكم خياتي بابي كويسون، واللي دير بزاف طلبيات ما راحش يخرج عليك انك ديري بابي كويسون، حنا توجور نستعملوه بوكو بلوس على جال التصوير. ديري كيس بلاستيكي وحلي العجينه تاعك. كيما راكي تشوفي اختي العزيزه، اليوم انا خيرت هذا الموديل اللي هو عباره عن مثلثات ودرت دوائر. الوغ انا صورت معكم غير يعني كي درت هاد المثلثات، اما الدوائر ما صورتش معكم. طيبتهم كالعاده، نطيبهم من تحت برك صابلي تاعي ما يطيبليش من الفوق نهائيا، يطيب بحراره الغرفه. نروحوا للحشو البنات اللي ماني بارطاجيت معكم الموديل دوزيام اللي ما صورتوش معكم، يعني هي مام بات برك انا غيرت في المول هذا مكان ولا في القطاعه اللي قطعت بها الصابلي تاعي هكذا باش نكونوا واضحين. هنايا البنات جبت كميه من كاوكاو يكون محمص وبكون رحيته ومازالو سخون. درت له كميه من شوكولا اتاختيني، اي ماركه كانت عندكم تحبوا تاكلوها ديروها في هاد الحشوه. هنا خلط جيدا البنات، وحاولوا انكم تتحصلوا على اون بات تكون شويه حاكمه روحها هكذا خياتي كما راكم تشوفوا. هنا تحصلت على قوام، يعني نتوما تضيفوا الكاوكاو وتضيفوا شوكولا اتاختيني حتى تتحصلوا على قوام يعني يكون حاكم روحه، باش كي تطبعوه بالمول هذا اللي خدمت به الصابلي يعني راح يجي سوا مع الصابلي تاعكم هكذا خياتي كما راكم تشوفوا. نبدا نحط كل حبه ولا الحشو نحطه في نص الحبه كما راكم تشوفوا، يعني حسب المول اللي قطعت به الصابلي، ونسقم الحواف بالاصبع، يعني حاجه فريمون سهله. انا كان عندي بوكس، يعني مازال مولاتو ما داتوش، نتوما اللي شفتوها قبلها. الوغ كانت اختارت صابلي، اختارت دو موديل واحد اخرين راح نبارطاجيهم معكم ان شاء الله في الاعداد القادمه. حبت هذا البوكس فيه 15 الوغ سبقت لكم بالصابلي اليوم حطيته لكم، وان شاء الله المره الجايه راح نحط لكم واش حطيت لها ولا واش دات في البوكس تاعها باذن الله. الوغ شوكولا كيما عودتكم، اختاروا شوكولا نوعيه مليحه، دوبوها كيما عودتكم في لي فيديو سابقين على نار متوسطه، ومن بعد بهذه الطريقه ديروا بابي كويسون، ومن بعد سحبوا الحبه باش ما يبقاش هذيك الشوكولا حابطه تحتها، ومن بعد كي تجوا تنقوها تخافوا تكسروا الحبه، يعني تكون حاجه خفيفه. كي تنقوها من تحت بالموس يعني تجيكم خدمه يعني سهله. قلت لكم هذه العجينه تخرج يعني من 80 وطلع، يعني حسب المول وحسب البيض اللي زدناه. اليوم زدنا حبه بيض، كذلك راح تزيد في كميه العجين. هذه المره اخترت لها هذا الموتيف اللي كنت درته بلا باتا سكر، ضفت له شويه تاع التيلوز ولصقته بشويه شوكولا وحطيته فوق الصابلي تاعي. بعد ما نقيته حطيته في هذه الكيسات. الوريدات تاعي عفوا درت لهم شويه ناكري دوري كيما راكم تشوفوا خياتي على الاطراف، ودرت شويه ان دوري ماجيك من الفوق، يعني عباره عن هو حبيبات فقط، يعني درت لها لمعه من الفوق فوق الوريدات. ونقول لكم لحقنا الى نهايه لا فيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله وصفه اليوم كانت خفيفه ظريفه. الى ما استفدتوش من التزيين تستفادوا من لاباط اللي تخرج اكثر من 80 حبه، يعني خاصه للحلواجيات.
ونقول لكم الملتقى ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. نستناو دعمكم بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، تخلونا تعليقات حلوين كيما نتوما، خلونا لي جام تاعكم بصمتكم، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.